السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعين القناة فيلالي تيفي. صغار الأرانب في عش بيت الولادة، طريقة الرضاعة الحبيسة باش الأرانب كتطلع مزيانة وكتطلع ممتازة في الحجم. فاش الأرنبة في أول مرة فاش كتولد كيكونوا الأولاد مازال صغار، يعني كشكل هادو، يعني مازال كلحم، يعني كما كتشاهد معنا أمام الفيديو. يعني هذه هي طريقة الرضاعة الحبيسة. يعني عامل الرضاعة الحبيسة تحبس البيت الولادة، تخلي الارنبه ترضع الاولاد ديالها او تشد الارنبه بحال ما كتسمى الرضاعه الاجباريه. يعني هذه هي اللي مفيده جدا باش كتعملها. وحتى العلف، يعني شحال خاصك تعطي ديال الكميه ديال العلف. يعني في هذا الفيديو ركز فيه الى النهايه وبارطاجيه مع الاحباب ديالك ومع الاصدقاء ديالك باش حتى هما يشوفوا هذه النصيحه وهذه المعلومه ودي معاهم شويه ديال الاجر. وربي يوفق للجميع ان شاء الله. هنايا يعني الرضاعة الحابسة، يعني باش الأرانب هنا فاش كيبداو كيكبروا ممتازين وكتشوفوا الشكل ديالهم ممتاز. على حقاش الأرنبة اللي كتعطوها العلف كتعطوها واحد 300 غرام ديال العلف، على حقاش كترضع الأولاد ديالها وباش يكون فيها الحليب وباش حتى هي تكون هي مزيانة، باش في الخصوبة ديالها ترفع تقريبا على 10 أيام أو 9 أو 12 يوم باش تعاودوا تلقحوها تزاوجوها، باش ملي تفاطموا الأولاد على 35 يوم يعني كدوز واحد 3 أيام أو 4 أيام كتولد عاوتاني الأرنبة. يعني كشكل هذه الأرنبة الدوتش، يعني ما شاء الله معها أولاد يعني ممتازين هنايا. يعني من بعد ما غادي نفطم الأولاد غتاخذ واحد 3 أيام أو 4 أيام ديال الراحة وغادي نجهز لها عش بيت الولادة وغتتم الولادة ديالها بالنجاح. هذا فيديو ومعلومة فيه يعني ممتازة للجميع، باش أي واحد يستفد إن شاء الله. ونتمنى الخير للجميع، لكل الناس المربيين الأرانب في كل مكان. يعني باش نعرفكم هنايا، يعني بسم الله، يعني باش غادي نعرفكم، يعني شاهد معي الفيديو فاش غادي يرضعوا هاد الاولاد وباش غادي نخرجوا الام ديالهم، غادي تشوفوهم ان شاء الله باذن الله. يعني غتشوفوا يعني الرضاعه كيفاش دايره. يعني الناس اللي كانوا كيسولونا بزاف بالعدد، يعني شحال تقريبا ديال الرضاعه، الناس اللي عندهم امهات ما كيرضعوش الاولاد، يعني كتدخلوا الارنبه كتشدوها فوق الاولاد بحال ما هكا باش كتخلوا الصغار الارانب يرضعوا، باش كتخلوهم يرضعوا مزيان. يعني فاش كيرضعوا مزيان كياخذوا حقهم في الحليب وفي الرضاعه. ملي كياخذوا حقهم في الحليب وفي الرضاعه الارانب كيسخنوا وكيبدا يكبر الحجم ديالهم. اللي ما كيرضعوش الامهات ديالهم الاولاد اللي كيدخلوهم وكيبقاو يدرتكوا فوق الاولاد، مثلا بزاف ديال التعاليق كنشوفوهم، غادي تشدوها الرضاعه الاجباريه، هي هذه تخليها ترضع الاولاد. حنا غنخليو الارنبه تخرج، يعني باش كتشوفوها مثلا هنا ملي كنحبسوها كتبقى مثلا كتبغي تبقى دير. هنايا دايره الاولاد ديالها غادي طالعين ممتازين، وغادي نراقبوا القطيع كله ان شاء الله باذن الله، باش اي واحد يستفد من هذا الفيديو ومن هذه الحلقه. الرضاعه تخليوها تقريبا غير واحد 5 دقائق او 7 دقائق تقريبا. يعني ركزوا معايا فاش غادي تشوفوا ان شاء الله باذن الله. هنايا 5 دقائق او 7 دقائق. هنايا حنا في الفيديو، حنا قبل ما نصوروا الفيديو انا عامل الرضاعه قبل ما نصوروا الفيديو. يعني الفيديو دابا راه وصل تقريبا 3 ديال الدقائق وكنت عملت الرضاعه تقريبا واحد دقيقه انا شاده هنايا. يعني نخليو باش ما نطولوش عليكم في الفيديو غتكمل فيه تقريبا غير واحد 5 ديال الدقائق او 4 دقائق ونص تقريبا. وغادي نخرجوا الارنبه وغادي تشوفوا الاولاد يعني مباشره. شوفوا يعني الحجم ديال الارنب فاش كيطلع ممتاز. بالتعليق ديالكم راه كيهمونا بزاف. اللي ماشي مشترك في القناه يشترك في القناه ويحط لنا التعليق ديالو باش دائما يوصلكم الجديد ان شاء الله. ونتمنوا الخير للجميع لكل الناس. يعني في الحلقه غير كنتسناو دابا باش نخرجوا الارنبه ونوريكم الاولاد، يعني الرضاعه اللي خداو وحتى الارانب نشوفهم يعني شكلهم. يلا تولدوا غير البارح، ربي يبارك ويزيد. هنايا راه كاين اللي مابقاش بغا يرضع، راه كاين اللي رضع صافي، يعني كاين اللي صافي راه شد الجنب ديالو يعني خدا حقه في الرضاعه. غنخرجوا الارنبه غنخلوها تخرج بسم الله. يعني وغنشوفوا الاولاد بسم الله. يعني شوفوا الطريقه ممتازه، يعني طريقه ممتازه ما شاء الله، ربي يبارك ويزيد ما شاء الله، ربي يبارك ويزيد. يعني واخدين حقه في الرضاعه. يعني هذا اللي باقي واحد شويه، يعني هادو كاع خداو حقهم في الرضاعه. نزلنا عليهم شويه ديال الشعر، يعني حيدناه حتى من الرضاعه. من بعد ما عملنا الرضاعه الناس باش يعملوها بطريقه صحيحه، حيدنا الشعر باش الاولاد يبقاو باينين يعني تحت البطن الارنبه. هنايا صافي غادي ندفيوهم على الشعر. الرضاعه الحبيسه غتعملوها يعني في المساء وفي الصباح، يعني في المساء وفي الصباح. هي من الافضل تعملوها في المساء وفي الصباح، يعني ممتازه. واذا ما كانش عندك كاع الوقت اعمل التغيير في المساء ماشي مشكله، يعني تعملها غير في المساء. كل اللي عمل لي من الرضاعه وحط الارنبه العلف وتاكل. احبابنا الكرام نتمنى لكم الخير للجميع ان شاء الله. كونوا معنا في الحلقه الجديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.